السلام عليكم البنات، صحة فطوركم وان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. مهم جيت معاكم في هذا الفيديو الصغير يعني خفيف ظريف باش نشارك معاكم هذا الحلوى سهله سيرتو اللي عندها هذا البانيونيز. انا عندي هذا المول فيها شعم من المول، فيها بزاف ليمول، فيها هذا تاع القرقاعه بزاف شباب. اول مره البنات نجرب في هذه. وشوفوا انا كنت خايفتها لا تيبس لي، كنت خايفه زعما تيبس لي لاباط، لكن باش نقول لكم مروعه. شوفوا كورت فيها الصابلي، قلت لكم نفس العجينه انا درتها. دوك نحطها لكم في صندوق الوصف. نفس العجينه درت منها كل شيء بوخفيف وصاي. ومن بعد كيما كنتوا شفتوا كورتها ودرتها في هذيك البانينيز، وعادك شعلت بانينيز ساعه نطلع عليه كي نشوفها حمار كيما كنتوا تشوفون نسقمه في الحواف بالصفايه كيما هكا. ونبدا كيما كنتوا تشوفون نعمر هذه الكريمه تاع البيستاش. و نعمر يعني حبه بحبه. شوفوا قطعت لي كونتيتي لاباس بيها. كيما قلت لكم هذاك الصابلي عندي ما درت منه. شوفوا غير 750 غرام دارت لي العجب تاع الكاطويات، يعني نوحت فيها غير هي، ونوحت فيها ابار تاع الشوكولاط اللي درت عجينه وحدها. وهنايا كما كنتوا تشوفوا عمروهم غايه باش كي تحلي الحبه هكا تلقيها عامره. وشوفوا هنايا انا هذه الكريمه البيستاش هذه اللي تنباع بالميزان، شريت هنايا 30 ميل البنات. 30 ميل والله لا قدتني. دارت لي يعني الكميه سوا شيء. بعد ما زدت القطايف زدت لها شويه تاع كريمه البندق باش تغرم لي، ولكن اللي عندها يعني كيما نتوما اشرو 40 ميل هذيك هي دير لكم تكمل لكم. انا زدت لها واحد الملعقه هكا كبيره ولا 2 ملاعق صغار تاع كريمه البندق. شوفوا هنايا ديجا راها تشمخت لي في هذيك الكميه اللي بقات، غير هنا بغيت نزيدها باش ما تجينيش ناشفه هذيك الكنافه. هنا القطايف البنات كنت حمصتهم، انا كانت عندي تبغوا تشروهم محمصين تبغوا تحمصوهم وحدكم. انا كانوا عندي القطايف عندي في الدار، حمصتهم غير في الفور، فتتهم وحمصتهم، ما درت لهم لا دهان لا والو. وهنا زدت شويه تاع لاغوم تاع البيستاش يعني يعطينا ذوق، وميم لا كولور تاعكم تجي شابه. تقدروا يعني تستغنوا عليها، ديروا غير كريمه البيستاش وخلاص. مهم انا غير بغيت نشاركها معكم، صورته كنت نشاركها معكم وصاي. مهم النصف الاخر نعمروه بهذا الكنافه مع كريمه البيستاش كما راكم تشوفوا، ونعمرهم تاني كاع يعني باش نبلع الحبه كيما هكا. شوفوا الشكل تاعهم يجي روعه. شوفوا تقدروا هنايا تخلوهم غير كيما هاك، انا درتهم في الشوكولات لكن من بعد بانت لي عجبوني غير عجبوني الحبات السامبل. بقاو لي حبات يعني درت نص سامبل ونص رمتها في الشوكولات، لكن عجبوني السامبل بان شكلهم احسن واحسن. مهم هذه فكره مام يعني في الفطر وكاع تقدروا ديروها ساهله، سورتو اللي عندها هذا البانيونيز ساهله هكا يكون جايك ظرف ضيف ولا ديري هذيك شغل ديري حاجه جديده. ديري العجينه تاعك وشوفوا بالخف. شوفوا انا كون نقول لكم كملت هذا الكاطو حده نص ساعه بالخف. هذيك البانيونيز بالخف الطيب. تبدي تقلعي في الحبات وتعاودي ديري حبات واحده الاخرين، تقلعي وتعاودي ديري، يعني ساهله. والبنات والكورات يعني كوروا عينكم ميزانكم كيما شفتوا انني دايره. راه واضح في الصوره، يعني بلا ما توزني بلا ما بلا شي، يعني غادي هي ديجا تسقم لك الشكل تاعها. كي تضغطي على البانينيز تاعك تبلعيها صاي تتسقد. المهم هنا ذوبت الشوكولات ومن بعد زدت لها شويه تاع الزيت مع لاغوم تاع البيستاش. هذا مكان ما تخافوش الشوكولاته ما تخسر معاكم ما والو. انا عادي شوفوا درت هذيك لاغوم مع الزيت هو اللي غادي يعاونكم بزاف. شفتهم في الفيسبوك وكاع عندهم مشكل تاع شوكولا دادا، يعني غبنتهم وكاع تبان لي يعني غير ما كومش تحركوها غايه. وما كومش تزيدوا لها الزيت، يعني تبغي كونتيتي مليحه تاع الزيت وتضربيها غايه حتى لي يدخل هذاك الزيت. هذا مكان واللي ديريها في الليمون ما ديري لها حتى اضافه. وشايه لازم هذا البول اللي كي دايره فيه الشوكولات ما لازمش يكون يلامس الماء، يعني الماء لازم يكون شويه تحت
في الكاسرونه تاعكم، يعني ما لازمش يلامس. شوفوا هنا درت شويه هذا الكوكاو يعني هذا الملون، لكن البنات ما تكثروش كيفي انا كثرت هنايا. شوفوا كيفاش يعني كثرت بزاف، يعني ديروا غير ملعقه هذيك هي ملعقه كبيره هذيك هي. هنا زدت شويه زيت من شت روحي يعني كثرت. وما تخافوش من الزيت، يعني غايه غادي يخففها لكم وتقلاصي لكم كميه لاباس بها. وهنا نروح نقلاصيهم. المهم انا هنا قعدت نقلاصي فيهم ونحطهم ولا تقدري ديري شبكات باش يكثروا فيها. انا قعدت نديرهم هنايا في البابي نحطهم، وكي ينشفوا عادي بعدا نسقد من تحت هذوك البقايا تاع هذوك تاع الشوكولاته، نقيهم كاع بالموس. هذا مكان. وتقدروا كيما قلت لكم الحبات الاخرين ديري غير في الحافه شويه شوكولاط، يعني بين الحبه تاع القرقاع واختها كيما هذو اللي دايرتهم في الوسط، وديري شويه تاع كوكاو بذوق البيستاش. هذا مكان شوفوا ساهل وبنين. غادي نخلي لكم هذا الصابري اللي درت به كل شيء في صندوق الوصف. ونخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم وصحة عيدكم مسبقا.